اوردر النهارده اللهم بارك حاجه كده في منتهى الجمال. شكله اصلا بيتكلم عن نفسه، يجوع اللي مش جعان. نص كفته ونص فرخه، وكان معانا صينيه المكرونه بالبشاميل القمر دي. حاجه كده سكر، وشها كده متحمر بالجبنه الموتزاريلا، واخده لون الذهبي كده زي ما انتم شايفين. الاوردر ده كان لحد من اصدقائي عزيزه وغاليه على قلبي، ربنا يا رب يجعله كده بالهنا والشفا على قلوبهم. حبيبتي اللي دافعه حق الاوردر من اسبوع ومش عايزه تيجي تستلمه اصلا. بالهنا والشفا يا رب على قلوبهم. يا رب ان شاء الله ما تكونش اخر مره. شايفين اللهم بارك شكل الكفته المشويه، حاجه كده خطيره مشويه في الفرن كده في منتهى الجمال. صينيه الفراخ القمر بتاعتنا اللي عليها طلب جماهيري كتير قوي. يلا بسرعه، اللي عايز يسال عن اسعار الاوردر ده ما ينساش يكتب لي على الخاص او يكتب لي في التعليقات. اللهم بارك التغليف بتاعه بيفضل حافظه سخن كده لمده ساعتين كده 3 على الاقل. والحمد لله اللي جرب مننا اوردر عارف ان هو الاكل بيفضل سخن كده لحد ساعه الاكل، لاننا بنغلفه تغليف محترم كده عشان يفضل سخن لحد ساعه الاكل. اللهم بارك غلفناه بالشكل ده وكيسناه وسلمنا الاوردر، وبنهلا والشفا على قلوبهم يا رب، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. تعالوا بينا كمان كان معانا اوردر بقى ورق كرنب. كان مطلوب مننا بقى ورق كرنب عشان يتخزن بقى رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اللهم بارك الطبق ده كيلو مسلوق ومتقطع جاهز على الحشو على طول، وشكله كده في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. والشفا على كل اللي استلموا الاوردرات مننا، وان شاء الله انتظروا بقى تسليم اوردرات المخلل.